واش عقلتي على ذاك النهار. لماذا اختارت زينب أسامة طنجة؟ داكشي علاش اختاريت طنجة. ذاك النهار واش عقلتي على ذاك النهار. هذا هو التيزر اللي نشرته زينب أسامة على السوشيال ميديا لتحمس متابعينها لكليب أغنيتها الجديدة مشات عليك. من كلمات وألحان خالد سلام، توزيع دي جي أفريكانو. غير سمعتها أول مرة قلت لخالد هاد الأغنية خصني ناخذها حيت شفت راسي فيها، كيفاش غنكون في الكليب، كيفاش غنغنيها، وزائد أنه فيها شعبي، فحبيت الفكرة بزاف. لهيك حبت تصور الأغنية كفيديو كليب وبقصة غرامية. الكليب هو واحد الستوري اللي كدوز في واحد الحي شعبي مغربي، حاولنا نضيفوا واحد الأشياء اللي هي يعني جمالية على الصورة. درنا واحد القصة اللي الناس غادي يشوفوها في الكليب اللي هي زوينة بزاف، فاني كتضحك، فرانشمون كل شيء الناس كانوا زعما في المستوى. وإيتي بالعربي كان موجود بكواليس الكليب اللي تصور بطنجة. طنجة واحد المدينة اللي كنبغيها بزاف، فيها صحابي، فيها ليكيب اللي كتخدم معايا، وحتى كجمالية يعني مشرفة بالمغرب. أول حاجة مدينة سياحية، حتى حنا كفنانين نبغيو زعما نبينوا شوية المدن ديالنا اللي زوينين، داكشي علاش اختاريت طنجة. وزينب اختارت لوك بيتماشى مع الكليب وكلمات الأغنية. حنا ما اختاريناش حقبة معينة في اللبس، لكن معايا هالة في الستيليزم، واختارينا باش يكون اللبس فيه اون توش ماروكين، يعني لمسة مغربية على قماش اللي هو فينتج.